ما تعيشيش معاناة مش بتاعتك. ما تعيشيش مشكلة مش مشكلتك، ما تعيشهاش وتتعاملي معاها اكنها مشكلتك. انا عارفة ان الكلام يبان ان هو اناني، ولكن صدقيني في فرق ما بين الدعم والمساعدة وانك تعيشي المشكلة وتدخلي فيها اكنها تخصك انتي او مشكلتك او انتي صاحبة المشكلة. صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي وصلك فيه الفيديو ده، لو مهتمة كملي الفيديو. الدعم او المساعدة ان انتي تسمعيه، لو في ايدك حاجة تقدميها، ده واجب عليكي. تكوني موجودة طول الوقت في حياة ال الشخص اللي عنده مشكلة ده، يعني ان انتي انا موجودة، انا ممكن اسمعك، انا ممكن اقدم لك مساعدة، انا اي حاجة مطلوبة مني هقدر اعملها، يعني هعملها مش هتأخر. ولكن انا مش هعيش المشكلة دي، يعني مش هسيب حياتي واركنها على جنب واعيش المشكلة دي اكنها مشكلتي، عشان انا كمان عندي حياتي. فما تعيشيش مشكلة مش مشكلتك، ما تتبنيش المشكلة اكنها مشكلتك انتي. مش ده الصح، مش هو ده الاثار، مش ده اللي هو مطلوب، مش هو ده اللي المفروض كشخص سوي يعمله، مش ده اللي هيخليكي في الاخر شخص سوي، عشان ده نتيجته في الاخر محدش هيدفع ثمنها غيرك. ليه بقى؟ يعني ايه النتيجة اللي انت تحصلي عليها؟ ده هيخليكي طول الوقت مستنزفة، عندك مشاكل هي مش مشكلتك اصلا، ما تخصكيش، بس انت طول الوقت حاسة ان دي مشاكلك. انت طول الوقت انا حاسة ان انا مسؤولة، انا مطلوب مني ان احلها. ده بيأثر على نفسيتك، على عقلك، على حتى تعاملك، على مودك طول الوقت. فده هيخليكي يجي عليكي وقت ان انت حتى مش قادرة تقدمي المساعدة من كتر ما انت مستنزفة. فده بالتالي هيعمل مشاكل في العلاقات، عشان مفيش حدود. احنا مش حاطين الحدود اللي هو دي مش مشكلتي، انا بس بدعم، انا بس اساعد، لكن انا مش مطالبة ان انا ابقى سايبة حياتي وركناها وابص لحياة الشخص اللي عنده مشكلة ده، واوقف كل حاجة عشان اركز مع حياتي. مش هو ده اللي مطلوب، انت كده مش بتقدمي مساعدة، انت كده جاية على نفسك وجاي عليه هو، اللي انت هيجي عليكي وقت انت مش قادرة ان انت تساعديه من كتر ما خلاص استنزفتي. وكل انسان مسؤول عن حياته، يعني مفيش حد بيعيش حاجة الا هو مسؤول عنها، او حتى لو مش مسؤول عنها، او حتى دي مثلا حاجة خارجة عن ارادته، حاجة مثلا قدرية او كده. كل انسان مسؤول عن حياته، ما انت اكيد عندك حياتك وعندك مشاكلك الخاصة بيكي. لما انت تركني مشاكلك وتفكري في مشاكل حد تاني لمجرد بس ان هي اقرب صديقة ليكي او اقرب صاحبة ليكي او هتعملي ايه؟ هتقدمي ايه لنفسك؟ انت كده ضريتي نفسك وضريتي بيها. افتكرت مثال كان حد قايله، اللي هو عارفه لما تبقي في الطياره ويقول لك لو حصل اي حاجه ان انت حطي قناع الاكسجين ليك انت الاول، بعد كده يعني بعد كده انقذي مثلا غيرك. هو دي نفس الفكره، اللي هو انت لازم تنقذي نفسك الاول عشان تقدري ان انت تنقذي غيرك. انت لازم تحبي نفسك، تتعاملي مع نفسك، تاخدي بالك من نفسك، من نفسيتك، من طاقتك، عشان تقدري ان انت تقدمي لغيرك المساعده او الحاجه اللي هو محتاجها. لكن لو انت خلصتي خلاص، انت خلاص بقيتي مستنزفه، نفسيتك في الارض، هتقدمي ايه؟ هتعملي ايه؟ ما انت كده ضيعتي نفسك وضيعتي الشخص اللي عنده مشكله. طب ازاي ادعم واساعد من غير ما اعيش المشكله؟ اسمعيهم، اسمعيهم. يعني شخص مثلا عنده مشكله، انا ممكن اسمعك، انا ممكن اقدم لك كل ده، انا موجوده على طول، اي وقت حابب تتكلم انا بسمعك، من غير ما اعيش المشكله ولا اعيش مشاعرها. قدمي حلول، يعني حلول، اقتراحات، من غير ما تحس ان انت مسؤولة او عليكي عاتق ان انت لازم انت تتدخلي او تحلي. وانا كنت في الوضع ده في اوقات كتير في حياتي، اللي هو برضه دايما دور السوبر هيرو، انا اللي هحل، انا اللي هعمل، انا مش عارفه ايه، ولمجرد ان مش معروف الكواليس، فكان ساعات كتير بيبان ان انا ما عملتش حاجه، بس انا ما زلت مجهود هنا. ف ومحدش صراحه يعني مطالب ان هو زي ما قلت لك قبل كده ان هو يدفع تمن تضحيه هو ما طلبهاش. فنأكد على النقطة دي تاني، انتي مش مسؤولة عن الحل، المشكلة مش مشكلتك، انتي مفيش عليكي اي مسؤولية. حطي حدود، يعني لو الشخص ده مثلا او الشخصية دي ان هي بتاخد من وقتك كتير، بتستنزفك كتير، عايزاكي طول الوقت تقعد تشتكي، تتكلم عن حياتها، عن مشاكلها، عن لا، انا عندي حياتي، انا بسمعك، انا موجودة طول الوقت وبدعمك، بس انا لازم عندي وقت وعندي حياة وعندي مسؤوليات انا لازم اقوم اشوفها. لان صدقيني انت لو قدمتي ده في الاول وعن تجربة بدون يعني قدمتيه
بدون وعي او قدمتيه فاهم في الوقت اللي انت هتبقي فاضيه فيه، بعد كده انت هتبقي مطالبه بالوقت اللي انت مش فاضيه فيه، ومش هيحصل تفاهم، وهيبقى باين ان انت زي تجاهلتي او ان انت اتخليتي عنها او ايا كان اللي هيجي في دماغها. ففي الاخر برضو العلاقه هتتاثر، فانت ما قدمتيش حاجه. اهتمي بنفسك، اهتمي بنفسك، خلي دايما حياتك ليها روتين، حتى لو انت فاضيه، حتى لو ما عندكيش مشاكل، ما عندكيش اي حاجه في حياتك، قاعده فاهم بس كل اللي وراك انت بتبصي في السقف. لا، قومي اعملي لنفسك حياه، اعملي لنفسك روتين. شوفي فيديوهاتي فهتلاقي الف حاجه وحاجه ممكن تعمليها. المهم ان انت لازم يكون عندك حياه، ما تحسسيش حد ان انت ما عندكيش حياه، وان انت مضطره طول الوقت لمجرد ان انت فاضيه، او ان هو عارف ان انت عندك الوقت او متسع من الوقت ده، ان هو يبقى محسسك طول الوقت بمنتهى البجاحه ان انت مسؤوله عن حياته، وان انت طول الوقت لازم تبقي قاعده بتتكلمي معاه في مشاكله وحياته، وبياخد من طاقتك ومن نفسيتك، وتبقي قاعده مفيش وراكي حاجه ان انت قاعده بتحلي مشاكله. لو ما عملتيش كده في يوم من الايام، او ان انت مثلا قررتي ان انت تبقي تركزي او تهتمي بنفسك او بحياتك او بمناسبة سعيدة في حياتك او كده، تحسي بالذنب، انا ليه سعيدة دلوقتي، انا ازاي هبقى سعيدة وصاحبتي دي مثلا او الشخصية ده او الشخص، يعني ايا كان الشخص ده عنده مشكلة في حياته. لا، انا المفروض اوقف سعادتي، المفروض اوقف فرحتي، المفروض اوقف اي حدث مهم او اي هدف انا بوصله دلوقتي في حياتي واعيش مشاكله. وفي ناس فعلا بتتمادى لدرجة ان هي توصل الموضوع لكده، ان انت حاسة بالذنب ان انت سعيدة، انت ازاي سعيدة اللي هو انت ازاي سعيدة وانا عندي مشكلة، مش مشكلتي، مش بتاعتي دي، مش مشكلتي. انا قدمت لك الدعم والمساعدة وكل اللي اقدر عليه ان انا اقدمه لك، بس انا عايزة اعيش حياتي، انا عندي حياة، انا عندي نفسية عايزة احافظ عليها عشان اقدر بعد كده اقدم لك الدعم، واقدم لاهلي الدعم، واراعي الناس اللي في حياتي، او حتى الناس اللي مش موجودة في حياتي. حتى لو حياتي فاضية، انا مش مضطرة طول الوقت ان انا ابقى قاعدة مقطوعة لحياتك. فيديو او الكلام اللي انا قلته مش معناه خالص ان انتي ما تساعديش او ما تقدميش الدعم، او ان انتي تكوني شخص اناني. لا، الدعم وان انتي تساعدي ده واجب عليكي تجاه اي شخص انتي بتحبيه، او الشخص ده مهم في حياتك. انا بس كل اللي بقولك ان انتي خلي عندك حدود، ويكون عندك خط فاصل كده ما بين ان انا بقدم الدعم وبساعد، وما بين ان انا بعيش المشكله اكنها مشكلتي، اكن انا مسؤوله عن المشكله، او انا مسؤوله عن الحل، او انا المفروض ان انا اركن كل حاجه في حياتي عشان احل للشخص ده مشكلته. وفي النهايه احب اقولك ان احنا لازم نحافظ حتى على توازننا عشان نقدر ندعم حتى الناس اللي احنا بنحبها، حتى لو احنا مش متضايقين. وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى ان الفيديو يكون عجبك. لو عندك اي رأي مختلف مع رأيي، انا كده كده مش مختصة في اي حاجة، واللي انا بقوله ده عموما من تجربة شخصية او حياتية، او حبيت ان انا الخص عليك او ان انا افيدك بيه. لو عندك اي حاجة او رأي مضغوط تشاركيني، ما تتردديش ابدا ان انت تشاركيني، او ان انت تقولي لي حاجة حتى لو الحاجة دي عكس اللي انا بقوله، عشان ممكن في الاخر اكون انا فعلا غلط، لان انا انسان ممكن اغلط، وبالتالي انا اوصل لنتيجة احسن في حياتي. او ممكن حد تاني يكون بيشوف الفيديو، فبالتالي انت تجربتك او نصيحتك ليه تخليه يعيد التفكير في ان هو ما ينفذش كلامي، فانت كده افدتيني وافدتيه. شكرا انت شاركتيني بوقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن، متشكرة قوي، شكرا.